مرحبا بالجميع. هل أنتم مستعدون لسماع واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم كرة القدم؟ اليوم نتحدث عن نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، الذي تألق مع منتخب المغرب محققا أول هاتريك في مسيرته الاحترافية. كيف بدأ مشواره مع أسود الأطلس؟ وما هي رسالته بعد هذا الإنجاز التاريخي؟ ابقوا معنا حتى النهاية واكتشفوا كل التفاصيل. إبراهيم دياز لاعب موهوب ذو أصول مغربية، بدأ مسيرته في أوروبا، حيث لعب لأندية كبيرة مثل مانشستر سيتي، ميلان، والآن ريال مدريد. ولكن القصة الأجمل بدأت في مارس 2024 عندما قرر دياز تغيير جنسيته الرياضية والانضمام إلى منتخب المغرب. منذ ذلك الوقت أصبح واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، وسرعان ما ترك بصمته في تصفيات كأس إفريقيا 2025 في الجولة السادسة من التصفيات. واجه منتخب المغرب ليسوتو في مباراة استثنائية. المغرب الذي كان قد تأهل مسبقا أثبت أنه لا يرحم على أرضه بفوز ساحق بنتيجة 7-0. إبراهيم دياز كان بطل المباراة بلا منازع، مسجلا 3 أهداف، وهو أول هاتريك في مسيرته الكروية. الجماهير كانت في قمة الفرح، والهتافات في الملعب كانت تعكس حبهم لهذا النجم الجديد. هذا الأداء رفع رصيد دياز إلى 7 أهداف في التصفيات، ليصبح هدافها حتى الآن. بعد المباراة شارك إبراهيم رسالة خاصة عبر إنستغرام قائلا: ننهي فترة التوقف الدولي بفوز كبير على أرضنا وبين جماهيرنا الوفية. أنا سعيد بأول هاتريك لي كلاعب محترف، شكرا على دعمكم. كلماته لم تكن مجرد تعبير عن الفرح، بل كانت تعكس فخره بارتداء قميص أسود الأطلس وتحقيق هذا الإنجاز المميز منذ انضمامه إلى المنتخب الوطني. شارك دياز في 8 مباريات وسجل 7 أهداف، مما يجعله واحدا من أبرز هدافي المغرب. لقد أظهر انسجاما كبيرا مع زملائه مثل حكيم زياش، أشرف حكيمي، وسفيان بوفال، مما يجعلنا متحمسين لما يمكن أن يقدمه في بطولة إفريقيا القادمة التي ستقام في المغرب. منذ الأداء المذهل في مونديال قطر 2022 يعيش المنتخب المغربي فترة ذهبية. انتصار اليوم ضد ليسوتو يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي تؤكد مكانة المغرب كقوة كروية إفريقية وعالمية، مع لاعبين مثل إبراهيم دياز في صفوفهم. يبدو أن المستقبل مشرق جدا لهذا المنتخب. إبراهيم دياز ليس مجرد لاعب جديد في المنتخب، بل هو رمز للأمل والمستقبل. إنجازاته مع المغرب ليست سوى البداية، والجميع ينتظر المزيد من الإبداع في بطولة إفريقيا المقبلة. ماذا عنكم؟ هل تعتقدون أن دياز سيواصل تألقه ويقود أسود الأطلس لتحقيق اللقب؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتبقوا على اطلاع على كل جديد. ختام بالفيديو: شعار القناة مع عبارة: معا نحو مستقبل كروي مشرق. اشترك الآن لتتابع كل أخبار كرة القدم والمنتخب المغربي.